سؤال كده لينا عشان نفكر فيه، هل السعادة قرار ولا اختيار؟ في بعض الناس بتقولك السعادة في الفلوس، السعادة في النجاح في الشغل، في العربيات، في السفريات، في أي حاجة يعني من اللي هم بيكونوا مختارينها. بس الحقيقة هي فعلا إن السعادة هي قرار. أنت ممكن يكون عندك كل حاجة أي حد يتمناها وبرضه مش سعيد. فاسأل نفسك السؤال ده، أنت لما بتصحى الصبح عينك بتقع على الحاجات اللي مش عندك ودايما بتبص لغيرك انها عنده ومش عندك، ولا بتصحى الصبح بتحمد ربنا على الحاجات الحلوة اللي عندك وبتشتغل على الحاجات اللي ممكن تكون مش موجودة علشان تبقى موجودة عندك وتحصل عليها يعني. فالنضارة بتاعتي بتقول لي ايه؟ النضارة بتاعتي بتقول لي لا، انا حياتي جميلة وبتقع على كل حاجة، بتبص على كل حاجة بوزيتيف وإيجابية، ولا نضارتك شايفة كل حاجة سودة ولونها كحلي؟ فده موجود وده موجود. ممكن تصحى الصبح تقرر تقول انا النهارده هكون سعيد ومش هسمح لاي حد ابدا ينكد عليا، وتبتدي ان انت تو كاونت يور بليسنجز، تعد الحاجات الحلوه اللي عندك. وممكن تصحى الصبح على فكره من اول ما انت بتفتح عينيك باصص على كل حاجه سيئه وتتوقع كل حاجه وحشه. فيا ترى انت بتبص على نص الكوبايه المليان، ولا دايما بتبص على نص الكوبايه او بتقول الكوبايه مش موجوده اصلا؟ وخلي بالك، هي على فكره الحاجات الماديه ممكن تشتري الراحه بس عمرها ما تشتري السعاده.